شكلهم ندمانين ندم عمرهم ومش قادرين على نومة البرج. سوزي الأردنية ما بتقولش غير إني في كابوس، وشاكر محظور بيقول لهم طلعوني منها بأي طريقة، وأم مكة طلبت من أمها حاجة غريبة في أول زيارة ليها، وعليا كاميرون بتردد أنا غلبانة ما استاهلش كل ده. أم داهم فقد النطق. كواليس زيارة أهالي البلوجرز ليهم في الحبس، يا ترى إيه اللي بيحصل معاهم؟ أم ساجدة طلبت إيه من أهلها؟ تعالوا أقول لكم كل التفاصيل الكاملة في الفيديو ده، بس خليكم متابعين معايا للآخر. اللي حصل بين البلوجرز وأهاليهم في أول زيارة ليهم بعد الحبس صعب قوي، يخليك تتعاطف معاهم حتى لو كنت ضدهم، وهتقول يا عيني عليهم مش قادرين على نومة البرج بعد ما تعودوا على الحياة في العز والفيلل اللي كانوا عايشين فيها. أم مكة أول ما شافت أمها اترمت في حضنها وقالت لها الحقيني، شايفة وصلت لفين؟ طمنيني على عيالي عاملين إيه وبيسألوا عليا ولا لأ؟ طيب بتأكليهم كويس؟ خدي بالك منهم واوعي حد يزعلهم. وطلبت منها طلب واحد بس، قالت لها اوعي يا أمي تتكلمي مع الصحافة خالص، ولا تخلي المحامي بتاعي يتكلم معاهم لحد ما الدنيا تهدى شوية وهقولك تتكلمي وتقولي إيه، وحاولي تعملي أي حاجة علشان أطلع، وكمان طمنيني جوزي عامل إيه في الحبس. وطبعا مش محتاجة أقول لكم كمية العياط اللي عيطتها في حضن أمها لما دخلت الزيارة. واللي زيها أم ساجدة، كل ما أهلها يروحوا يزوروها في الحبس أو المحامي بتاعها تقول لهم حد يطمني على عيالي عاملين إيه. أنا شفت كتير في الدنيا، ولما صدقت ربنا كرمني رجعت في الآخر أنا مع البرج، اقفوا جنبي وساعدوني أعدي منها. أما بقى شاكر ملك التيك توك فده مش على بعضه خالص، وأول ما اتحط الكلبشات في إيديه وهو هيجرى له حاجة وما صدق شاف أمه وأهله وقال لهم طلعوني منها بأي طريقة، هاتولي بدل المحامي 5 و7 ومن بره مصر، المهم أنا خلاص ما بقتش قادر أنام على البرج وأقعد هنا دقيقة كمان، اتصرفوا أنا هيجرى لي حاجة. سوزي الأردنية منهارة ومش قادرة تبطل عياط لحظة واحدة، لدرجة إنها تعبت تعب جامد من كتر الزعل، ولما أهلها راحوا يزوروها ما قالتش حاجة طول الزيارة غير إني في كابوس، أنا حاسة إني بحلم وده مش حلم عادي، لا ده كابوس حد يفوقني منه. وحتى لما المحامي بتاعها راح قعد معاها ما كانتش بتنطق غير الكلمتين دول، أنا في كابوس طلعوني منه. نيجي بقى لعلياء قمرون اللي ما لحقتش تتهنى بفلوس التيك توك واتاخدت بعد كام اسبوع من ظهورها عليه. دي بقى بتردد جمله واحده، انا غلبانه وبتاعت مناديل، ما كنتش اعرف ان اللي بعمله ده غلط. مداهم بقى تقريبا فقد النطق، ومن كتر الصدمة مش قادر يتكلم وساكت، والحزن مسيطر على ملامحه كأنه خلاص اتكسر، مش مصدق اللي هو بقى فيه. كان مفكر إن الحياة هتفضل بامبي معاه على طول، فما عملش حساب لليوم ده خالص، ولا عمره فكر إن هيجي عليه يوم ويتحبس، خاصة إن في بداية حياته نام كتير في الشارع سواء علشان يحمي كشك أبوه أو علشان يبيع سمك، بس خلاص اتعود على الحياة المرفهة. دلوقتي بقى مين أكتر واحد فيهم اتعاطفتوا معاه؟